السلام عليكم، يا مساء الهنا والسعادة على أحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. النهاردة إن شاء الله هنعمل عزومة بسيطة جدا وسهلة من فرخة واحدة. بنحاول نقدم أفكار تكون بسيطة وسهلة وتكون في متناول الجميع، والكل كده يقدر يعمل أشيك عزومة بأقل الإمكانيات، وإمكانيات تكون محدودة جدا وبسيطة للكل. تمام، تعالوا كده نشوف. من فرخة واحدة هنقدر نقطعها تقطيعة في منتهى الجمال، بس حجم الفرخة يكون حجم كبير شوية. تمام، علشان تقدري تطلعي منها تقطعات تكفي اكتر من 10 افراد. الفرخة هتكفي اكتر من 10 افراد. ازاي؟ خليكي معايا وتابعي معايا. هنعملها كمان بتتبيلة حلوة قوي وطعم يجنن، ومش هتاخد منك دقايق على البوتاجاز. تمام، يعني هنعمل النهاردة التسوية على البوتاجاز، على عين البوتاجاز كده من فوق، مش في الفرن. وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. هنعمل عزومة تكون بسيطة، وحاجة تكون بسيطة تقدري ان انت تطلعيها في منتهى الجمال زي ما انت شايفة كده. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم ونشوف ابتدينا ازاي. وعلى فكرة العزومة دي برضو مش هتاخد منك وقت نهائي، لان على طول ما انت محضرة حاجتك فالعزومة مش هتاخد منك اي وقت خالص. يعني هتقفي مجرد ساعة في المطبخ هتكوني مخلصة العزومة بتاعتك. بنحاول على قد ما نقدر نقول افكار لبعض تكون بسيطة وسهلة وتبسط علينا الامور. العزومة يعني ترتيبات كده تكوني مرتباها لنفسك علشان تقدري ان انت تقفي وتعمليها. تعالي بقى نشوف كده معانا ايه. معانا اول حاجة واول بدايتنا كده، معايا حلة على البوتاجاز او طاسة او اي حاجة، بس انا بعمل في الحلة اللي هسوي فيها على طول. معايا المكسرات بتاعتنا اللي متاحة عندنا في كل البيوت. مع عندك مكسرات فستق لوز براحتك. تمام، انا اللي موجودة عندي فول سوداني، هبتدي ان انا احمصه كده في شوية زيت، معلقة زيت كده، وهبتدي ان انا احمصه كل حاجتي من ورا بعضها. معايا الزبيب تشويحة كده على السريع، لان الزبيب بيقوم منفوخ على طول، فهبتدي ان انا اشوحه برده كده زي ما انتم شايفين. التسكيره بتاعه الزبيب نزلت كده في الزيت، واربع معالق سكر. 4 معالق سكر يا دوبك هيفكوا كده معايا برده في الزيت وهيبتدوا يتكرملوا، ويكون معاكي الشوربه بتاعتك تكون جاهزه. طبيعي يعني اليومين دولت موجوده عندنا الشوربه على طول باستمرار. ولو مش موجوده عندك بنبقى نخلي كده الفراخ وتعملي منها احلى شوربه، او او الرقب او اي حاجه هتعملي احلى شوربه عندك تبقى متاحه عندك. انا مش هحط بهارات خالص لان الشوربه بتاعتي متبهره، يا دوبك بس هظبط الملح زي ما انتم شايفين كده. معايا كيلو رز مغسول، واول ما الشوربه تبتدي تغلي هنزل بالرز بتاعي، وكده يعتبر اول حاجه خلصت معايا. تمام، تعالوا بقى نشوف تتبيله الفراخ الجميله الحلوه ديت. طماطميه وبصلايه وقرن فلفل، وحطيت ملح وحطيت بابريكا وكزبره ناشفه. تمام، مش هكتر في البهارات اكتر من كده، يا دوبك هحط بس فصين من التوم مهروسين زي ما انتم شايفين كده، واحط من معلقتين ل3 معالق صلصه من اللي احنا عاملينها في قلب البيت. هضرب الخليط بتاعي بربع كوبايه ميه. تمام، وتعالوا بقى نشوف تقطيعة الفراخ. الصدر زي ما انتم شايفين كده بيبقى كده قطعته، بدل ما اقطعه بالنص لا قطعته بالعرض زي ما انتم شايفين كده. وبعمل فيه شقوق بسيطة جدا. حتى الورك بقطعه هنا، يعني الوركين مقطعاهم على 8 قطع. تمام، يعني استنوا كده هنشوف مع بعض. لا، مقطعه كل وركة على 3 قطع، على 3 قطع. الدبوسة لوحدها، والفخدة بقطعها 2. تمام، زي ما انتم شايفين قلتلك حجم الفرخة بيبقى كبير، والجناح بتاعه في منتهى الجمال وحلو. تعالوا بقى نشوف كده في الجريل بتاعنا، او في طاسة، او في المتاح عندك. على عين البوتاجاز كده خدت مكعب من الزبدة ومعلقتين من الزيت، واي مادة دهنية عندك هتنفع. تمام، هبتدي ان انا ادي صدمة كده للفراخ. وطبعا التتبيلة دي ممكن تنقعي فيها الفراخ ساعة ساعتين، انا اشتغلت على طول. تمام، فبدأت ان انا ادي صدمة للفراخ زي ما انتم شايفين، وهديلها تحميرة شوية تاخد معايا اللون. تقطيعة الفراخ دي جميلة جدا وحلوة قوي، حجمها بيبقى في منتهى الجمال. طبعا الجريل مش واخد الفرخة، فهبتدي هيتبقى كام قطعة، هاخدهم كده في طاسة في الجنب وهعملهم على طول، بس كل التسوية هتبقى في الجريل. تمام، هبتدي ان انا اشوح زي ما انتم شايفين كده، وبتقلبي فيها شمال في يمين كده زي ما انتم شايفين، كل جنب بتاخد معاها شوية. التكة دي حاولي ما تستغنيش عنها، بتدي طعم وبتنقل الفراخ في نقلة تانية خالص. وهي الصويا صوص الغامق حلوة قوي، بتاخدي بس منه معلقة. الازازة بتقعد معاكي فترة طويلة جدا، بس بصراحة بتودي الفراخ كده في طعم، يعني طعم تاني خالص، وكمان بتديلها لون في منتهى الجمال.
انا ما خدتش كتير، وبالفرشه كده وبتدهنيها، وبرده بتاخدي من الصوص اللي بينزل في الجريل كده، وبتدهني الفراخ بتاعتك، بتاخد معاكي لون جميل جدا وحلو قوي. هتبتدي بقى تخلصي كل ما الفراخ كده بتبتدي ان هي تكش معانا، هبتدي ان انا اجيب بقيه الفراخ التانية وهضيفها، بس لما تاخد معايا تحميره حلوه كده زي ما انتم شايفين، تاخد معايا لون حلو كده. تمام. التتبيله اللي نزلت من الفراخ ما تستني، بس هنشوف هنعمل فيها ايه دلوقتي، لان دي بصراحه طعمها تحفه، طعمها جميل جدا وفي منتهى الجمال. دي بقيه الفراخ زي ما قلت لك اهي، اللي برضو اديتها تشويحه في طاسه تانية. تمام. وابتدي ان انا اجمع بقى الفرخه بتاعتي كلها زي ما انتم شايفين كده. حطيت في نفس الطاسه اللي انا شوحت فيها بقيه الفراخ، حطيت التتبيله تاخد غلوه بس معايا، بساعدها كده بس. تمام. وهضيفها على الفراخ بتاعتي، هغطي بقى على الفراخ وهسيبها كده تستوي مع نفسها. ما بتاخدش منك وقت خالص، يعني كده انا معليه النار، ما بتاخدش معايا وقت، ممكن تهدي النار عادي، مفيش مشكله لو عندك وقت. ابتدي ان انا اعمل شويه رز كده عاديين خالص، حبايه وحبايه زي ما انتم شايفين، لان في مجموعه ما بتاكلش الرز يعني ما بيرضوش ياكلوا مثلا الزبيب والمكسرات، فما بيرضوش ياكلوا نوع الرز اللي احنا عملناه في الاول. ابتدي ان انا اعمل لهم كده شويه رز على السريع، مش هياخدوا معاكي اي وقت خالص، زي ما انتم شايفين كده. طبعا كلنا عارفين طريقة الرز ديت، وعارفين بتتعمل ازاي، وطبعا كل واحدة عارفة الرز بتاعها المقدار بتاعه في المية قد ايه. تعالوا بقى نشوف كده. معايا بصلاية، ومعايا المادة الدهنية بتاعتي معلقتين كده من الزيت. ابتدي ان انا اشوح البصلاية، هنعمل اي صنف في طبيخ جنب العزومة. تمام. اي صنف. انا كان عندي كوسة في التلاجة، هبتدي ان انا اعملها، ودي طريقتي المعتادة في الكوسة وجميلة جدا وحلوة. ده حمص طبيخ. وطبعا عشان كنت مستعجله، فاديته كده غلوه واحده بس على البوتاجاز وصفيته، وبدات ان انا اشتغل زي ما انتم شايفين. اديته كده تشويحه في البصله، وحطيت الصلصه بتاعتي، وطبعا الصلصه بتاعتنا طول ما هي جاهزه فما تشتليش هم خالص، وفي دقايق هتكوني مخلصه الاكل بتاعك. تمام. انا ما بضيفش بهارات علشان خاطر انا بزود شوربه، يعني انا بضيف ملح بس، وبضيف الشوربه طبعا فيها جميع انواع البهارات اللي احنا بنبقى حاطينها، يعني فكفايه قوي بهارات، اكتر من كده مش هنزود. زودت كده الشوربه، وهسيبها بقى هتستوي كده في دقايق برضو، لان الكوسه ما بتاخدش وقت. هعمل كده طبق ملوخيه جنب الاكل، ودي ملوخيه ناشفه من اللي احنا عاملينها مع بعض، ويا دوبك حطيتها كده نزلتها في الشوربه. طبعا الشوربه هنا كنت حاطه فيها طماطميه، فلونها ايه احمر زي ما انتم شايفين كده. ابتدي كده خدت كده نص معلقه من الماده الدهنيه، سمنه بلدي، وحطيت فيها فصين كده من الثوم مهروسين. يا دوبك كده هعمل الطشه بتاعه الملوخيه على السريع برضو، يعني كله على السريع. معلقه كزبره كده انا ناشفه، وحطيت كمان معلقه من الكزبره الخضراء، دقاها كده في الهون، وهبتدي ان انا اضيفها كمان على الملوخيه، ودي اسرع ملوخيه ممكن تعمليها في دقايق، وطعمها في منتهى الجمال. طبق كده بيبقى موجود على سفره رمضان في منتهى الجمال. نبتدي نجهز الاكل بتاعنا على السريع. اي تشكيله بقى انت حابه تعمليها، ممكن تفردي الرز بتاعك في صينيه كبيره، وتحطي عليها الفراخ، وممكن تقدميها في اطباق زي ما انت شايفه كده. يعني انا بحب ان انا اوزع الاكل بتاعي في اطباق، بيبقى توزيعته احلى واشيك بكتير. وممكن برضو زي ما قلت لك في صينيه واحده، ده لو العيله، يعني للعيله بتاعتنا مثلا هعملها في صينيه واحده وخلاص. تمام. بس احنا بنحاول نوزعها كده في اطباق كمان علشان خاطر التصوير، تبقى شكلها جميل جدا وحلو قوي. تعالي بقى شوفي الفراخ بتاعتنا، طعمها تحفه، واخده معاكي لون في منتهى الجمال. وعلى فكره لو ما خدتش معاكي لون، ممكن تشيلي الفراخ بتاعتك من الصوص اللي هينزل منها، وتحطيها تحت الشوية، تاخد معاكي لون في منتهى الجمال على السريع. الصويا صوص بيدي الخلطة بتاعتك طعم جميل جدا، وبيدي كمان الفراخ بتاعتك لون حلو قوي. دي الخلطة اللي نزلت من الفراخ، طعمها جميل جدا حلو قوي. الصوص ده طعمه تحفة. طبعا كده غرفنا الاكل بتاعنا، ودي كانت سفرتنا النهاردة. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى كده لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناة، وتفعلي كده الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. بنعمل فيديوهات او افكار تكون بسيطة وتسهل علينا الامور كده، ونعمل عزايم في منتهى الجمال وشيك جدا، وتكون حاجة بسيطة واقتصادية على القد. تمام. طبعا اقتصادية، ما نقولش مش اقتصادية، لان كانت الاول العزايم بتبقى بتلات اربع فراخ وكيلو لحمة ومفروم قد كده. لا، احنا النهاردة بنعمل عزومة من فرخة واحدة، بتكون بسيطة جدا وسهلة، وبتكون شيك زي ما انتم شايفين كده. فاتمنى الفيديو يعجبك، ولايك والاشتراك للقناة متنسنيش، واهم حاجة تفعلي الجرس كده علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله لو عجبك الفيديو.
بنعمل فيديوهات تكون بسيطة كده وتكون كمان افكار، نساعد بعض كده في الافكار، لان ساعات بتبقي قاعدة محتارة ان انت تعملي اكل ايه النهاردة، فلو شفتي فكرة مثلا عجبتك فبتقومي تنفذيها. صدقيني جربي الفراخ بالطعم ده وبالصوص ده هتعجبك اوي. اشوفك في رعاية الله وفي حفظ في امان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.